بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي حيطة مبنية بالطوب الأسمنتي. الحيطة دي مسلحة بأسياخ حديد تسليح قطرها 12 ملي. كل 3 صفوف طوب يعني تقريبا كل 21 سنتي في 2 سيخ حديد جوه الحيطة. طبعا أسياخ الحديد دي موجودة من أول الحيطة لآخر الحيطة. مالك الشقة دي طلب مننا إن احنا نهد الحيطة دي على اعتبار إن الحيطة دي فاصلة بين المطبخ وحمام الضيوف والريسبشن، فهو حب يعمل تعديل معماري إن هو يلغي أو يشيل الحيطة دي بحيث إن المطبخ والحمام الضيوف يكونوا مفتوحين على الريسبشن. وكان تكسير الحيطة دي صعب جدا جدا. أول ما بدأنا نكسر في الحيطة كانت الحيطة قوية جدا والهيلتي والمطرقة مش مقصرة فيها، ولما بدأنا نكسر جزء صغير في بداية الحيطة عرفنا إن السبب إن في أسياخ حديد موجودة جوه الحيطة. والفكرة هنا إن أسياخ الحديد اللي موجودة جوه الحيطة بادئة من أول الحيطة لحد نهاية الحيطة، وكمان مربوطة أو واصلة للحيطة التانية اللي هي جنب الحيطة اللي هتتشال أو هتتهد. ده غير إن جودة المواد اللي اتبنت منها الحيطة زي الطوب والأسمنت جودتها عالية جدا. كل دي حاجات خلت الحيطة قوية جدا وخلت تكسيرها صعب جدا. وكان الحل هنا عشان نقدر نشيل او نهد الحيطة دي ان احنا نفصلها خالص عن الحيطة اللي جنبها اللي ما هتتهدش. وده اللي عملناه، قصينا الحيطة اللي احنا عايزين نشيلها بالصاروخ من مكان ربطها بالحيطة اللي هتفضل زي ما هي، بحيث ان احنا نقص او نفصل طوب الحيطتين عن بعض. طبعا قصينا الحيطة من جوه من ناحية الريسبشن، ومن الظهر من ناحية الطرقة أو من ناحية حمام الضيوف. بس برضو الحيطة فضلت قوية ومتماسكة مع الحيطة اللي جنبها بسبب إن الحديد اللي جوه الحيطة رابط الحيطتين ببعض. وكان هنا لازم إن احنا نقطع الحديد من مكان ربط الحيطتين ببعض بحيث إن احنا نفصلهم تماما عن بعض، وبكده هيكونوا اتفصلوا في الطوب واتفصلوا في الحديد. فكشفنا على الحديد اللي موجود في الحيطة من مكان ربط الحيطتين مع بعض، وظهرنا الحديد من الأرض لحد السقف، وقصينا وفصلنا حديد الحيطتين عن بعض. وبكده الحيطة اللي هنكسرها ما هتأثرش تماما على الحيطة اللي كانت مربوطة فيها. بدأنا نكسر جزء جزء من الحيطة وننزله على السقف بحيث إن احنا ما نكسرش جزء كبير فيكون حمل كبير على السقف. كنا بنشتغل شوية بالهيلتي وبنشتغل شوية بالشاكوش الكبير أو بالمرزبة، وكملنا تكسير لحد ما كسرنا الجزء العلوي من الحيطة بالكامل. والحيطة كده بقت حرة من السقف، مجرد بقت ممسوكة في الأرض بس، وبقت حرة من بدايتها ومن نهايتها. وقدرنا بكل سهولة إن احنا بعد كده مجرد ما زقينا الحيطة وقعت على الأرض.